يخوفني. انا ابني لسه في 5 ابتدائي، يا ترى ابني لما يدخل الجامعه هيبقى تركيبه نفس الطبق؟ انا مش جاي اسكته، انا جاي معايا شبه طابور طويل وتركيبك في الطابور. انا نزلت فاكر مع ان انا يعني الدنيا، انا نزلت فاكر لما كنت واقف في الكليه وببقى قاعد في المدرج، كنت انا بيحصل لي حاجه ان انا عمري ما قعدت قدام، كنت دايما بقعد ورا، يعني عارفين الناس اللي بتقعد ورا. فكنت ببقى قاعد ورا، فكنت ابص من ورا على المدرج، او يا نهار ابيض انا فين في المدرج؟ انا تركيبي كام في المدرج؟ طب وبعدين انا عندي ليك وصفه ايه؟ انا عندي ليك وصفه تسبق الطابور، عندي ليك وصفه. عارف لما تبقى عربيه ماشيه بشويش، تيجي عربيه من الجنوب بسرعه قوي بتعمل بتبص تلاقي عارف الحكايه دي. انا عندي ليك وصفه تخليك كده، انا عندي ليك وصفه تسبق الطابور كله، لانك لو فضلت وقفه الطابور، انا اسف ان انا اقول لك السنين الجايه تكون صعبه، السنين اللي جايه صعبه قوي يا شباب ويا بنات. اللي هيقف في الطابور هيتداس، الزمن هيدوسه، ايام صعبه جدا. وعلى فكره مش بتكلم عن مصر بس، ولا بتكلم عن العالم العربي بس، ده انا بتكلم على اليونان وبتكلم على البرتغال. شوفوا اللي بيحصل في العالم، شوفوا اللي بيحصل في اوروبا. العالم بيمر بمرحله صعبه، عايز تفضلي وقت الطابور. هو ايه الطابور؟ انا طالبه في كليه الحقوق وقت الطابور، بخش الامتحانات وبتخانق على الدرجات وعايز اخد درجه اعلى وقت الطابور. هتتداس الزمن اللي جاي مش هينفع. طب انا عايز اسيب التعليم، انا ما قلتش كده، بس انا عايز اتكلم حاجه جنب اللي انت بتعمله. انا عندي وصفه من كلمه واحده، والكلمه دي ببساطه اتحرك. يعني ايه؟ يعني ايه اتحرك؟ روح اتعلم لك كورس، روح اتعلم لك لغه، روح تجيب حاجه جديده، روح اتعلم لك مهنه، روح اتعلم لك حرفه تنتج الورق بايدك. اللي معاه ورقه واحده يفتح يدان، اللي واقف في الطابور هيدان. اتعلم حاجه جديده، اتعب على نفسك. روح للدكتور وقول له خدني ان شاء الله افتح لك البلاط في المكتب عندك، خليني اتعلم. روح لصاحب مصنع وقول له عايز اتعلم الحاجه الفلانيه. طب انت هواياتك ايه؟ انت بتعرف ايه؟ ليك ايه هوايات؟ اوعى تاخد مصروف من ابوك في الصيف، روح اشتغل لك حاجه في الصيف. وانت بنات مفيش حاجه اسمها وقف الطابور، بتعرفي ايه على الانترنت؟ روحي اتعلمي لك حاجه جديده، اتعلم لك حاجه لو هتقف في الطابور والله هتتداس. اتعلم لك حاجه جديده، اتعب على نفسك شويه. لكن كله عايز الحاجه السهله، وكله حاطط ايده على خده، وتعودنا على الرزق السهل. اطلب 3 ساعات مش عارف تاخد لك 1000 جنيه وتقول مين هو اللي عمل كذا وكذا وكذا، وكله بيدور على السهله وعارفين السهل هتتضايق. مفيش كده، الزمن ده انتهى. مفيش الزمن اللي هيعرق وهيتعب وهيدوس على نفسه وهيتعلم هنا وتيجي في الصيف تطلع لك ليه ما تسافرش تتعلم لك حاجه، تسافر لك بره. السفر ده نص التعليم. سافر لك بره 2 3 في الصيف وارجع. ايه هواياتك؟ انا بحب التصوير، روح خد لك كورس التصوير. كتر الورق اللي في ايدك. معاك لغه ولا معاكش لغه؟ لا والله معايا انجليزي كده من ابو الكفر دوت. خد لك اتعلم لك لغه انجليزي كويس. روح في مكتبه اسكندريه وتقرا كام كتاب في الشهر. عايز تقف في مكانك